ونأتي إلى أجمل أيقونة في الكنيسة المعلقة. الحاجة بقى الأخرانية كده اللي هي إيه دايما مسك الختام بتاع النهاردة. أيقونة حياة السيدة العذراء من لحظة ميلادها إلى نياحة السيدة العذراء ووفاتها. أيقونة جميلة جدا جدا، وموجودة على شمال الداخل فوق الرفات بتاع القديسين كده. لما تمشوا كده عند الرفات بتاع القديسين واللي في الطابلوهات، هي متعلقة على الحيطة فوقيهم. هتلاقوا في النص السيدة العذراء مريم وهي شايلة السيد المسيح على ايديها وهو صغير طفل. وعندنا بقى حوالين الصورة الرئيسية مجموعة من المشاهد بتلف حوالين الصورة الرئيسية دي. بتبدأ منين الأيقونة؟ بتبدأ من مجموعة الصور اللي على الشمال من هنا، اللي على الشمال من هنا. أول واحدة هنا خالص هي قيامة السيدة العذراء، صعودها للملكوت السماوي. تحتيها مباشرة الراجل والست دول، هنا بداية حياة السيدة العذراء. يعني القصة كلها بتبدأ من أول مربع على الشمال تحت. أول مربع على الشمال تحت اللي هو ده، هنلاقي فيه راجل جميل جدا رافع ايده للسماء، حوالين راسه الهالة المقدسة، جنبيه واحدة ست جميلة واقفة حوالين ايديها راسها الهالة المقدسة، ومكتوب هنا جنبهم باللغة العربية يواقيم وحنا. يواقيم وحنا. يواقيم وحنا، يواقيم الصديق والقديسة حنة أو حنة بفتحة كسرة أيهما أصوب، هما بابا وماما السيدة العذراء مريم، والدي السيدة مريم العذراء يواقيم الصديق والقديسة حنة، وهما بالتالي أجداد السيد المسيح. كانت القديسة حنة عاقرا كبيرة في السن، لم ترزق بأبناء، ولكن بعد فترة رزقها ورزق يواقيم، ربنا رزقهم ببنتهم السيدة العذراء عليها السلام. يواقيم ده اللي هو اسمه في العهد القديم والجديد هو عمران اللي موجود في القرآن، وحنة أو حنة هي زوجة عمران اللي موجودة في القرآن. سيدنا عمران وزوجته يواقيم وحنة والدي السيدة العذراء. يواقيم وحنة والسيدة العذراء وسيد المسيح وقصتهم ايه؟ يواقيم وحنة هما من سبط لاوي وسبط يهوذا. ابوهم وامهم مين بقى؟ اصلا ماثان ومريم. ماثان ده كان راجل يهودي من سبط لاوي، وواحدة اسمها مريم من سبط يهوذا. اتجوزوا بعض فخلفوا مين؟ خلفوا صوفيا، وخلفوا حنة، وخلفوا مريم. بس مش مريم العذراء، مريم عادية. تمام. بعد كده صوفيا خلفت، لما اتجوزت خلفت اليصابات اللي هي مامة يوحنا المعمدان سيدنا يحيى. اختها حنة اتجوزت يواقيم اللي هو سيدنا عمران، يواقيم الصديق. ويقيم الصديق وحنة خلفوا السيدة العذراء مريم، والسيدة العذراء خلفت السيد المسيح. أختهم الثالثة مريم خلفت سالومي، اللي هي عشان كده دايما بنقول إن سالومي والسيدة العذراء مريم الاتنين ولاد خالة. واليصابات
سيدنا يحيى يوحنا المعمدان والسيدة العذراء مريم برضو ولاد إيه؟ ولاد خالة. فسلومي والسيدة العذراء واليصابات الثلاثة ولاد خالة. سلومي كانت موجودة مع رحلة العيلة المقدسة لمصر، السيدة العذراء السيد المسيح، واليصابات سيدنا يحيى، فدي نبي ودي نبي. كان سيدنا يوحنا المعمدان سيدنا يحيى أكبر من السيد المسيح بشهور معينة، فده الشجرة بتاعت العيلة بتاعته. فهنا بتبدأ الأيقونة الكبيرة بصورة يواقيم وحنة اللي رزقوا بعد فترة طويلة، وهي كانت عاقر، بمولود، وهذا المولود أصبح السيدة مريم العذراء، وقالت رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، وهكذا بدأت القصة من هنا. بعد كده بنلاقي في الصورة الكبيرة المشهد اللي تحتيه. المشهد اللي تحتيه بيوضح إيه؟ بيوضح دخول السيدة إلى الهيكل. هنلاقي هنا راجل قديس أهو واقف هنا، اللي هو المشرف على المعبد اليهودي أو الهيكل الكنس، والسيدة العذراء وهي طفلة صغيرة ومعاها أبوها وأمها يواقيم وحنا. وطبعا اللي واقف في الهيكل سيدنا زكريا، أو زي ما بيقال في العهد القديم زكريا بالخاء، زكريا، وفي القرآن زكريا. طبعا سيدنا زكريا يواقيم وحنا بعد ما السيدة العذراء اتولدت وهبوها إلى المعبد، وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا وقال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. فهنا المنظر أو المشهد الآخر بعد ما يواقيم وحنا خلفوا السيدة العذراء، دخول السيدة إلى الهيكل وفاء للإيه؟ للنذر بتاعهم. بعد كده بنلاقي المنظر الثالث في الأيقونة الكبيرة، وفيه الملاك ذو الجناحين واللي ماسك بوكيه ورد في إيديه، والعلامة بتاعت إشارة اليد وكأنه بيبلغها السلام ورسالة، وهو سيدنا جبريل البشارة، والسيدة العذراء واقفة وهي بتتلقى البشارة بميلاد السيد المسيح وإنها تحمل في السيد المسيح. بعد كده بنلاقي هنا مشهد آخر فيه قديس واقف وهو سيدنا زكريا، وهنا هنلاقي 2 ستات بيحتضنوا بعض في حالة من السرور والفرح. مين هم؟ السيدة العذراء مريم، وهي بعد البشارة، بعد ما سيدنا جبريل بشرها بميلاد السيد المسيح وهي جاية فرحانة مبسوطة، رايحة تعمل إيه؟ رايحة للياصبات بنت خالتها اللي كانت اوريدي حملت بسيدنا زكريا سيدنا يحيى يوحنا المعمدان، والسيدة العذراء جاية بتقول لها البشرى بتاعة ملاك الرب، والاثنين في حالة من السعادة. وبنلاقي في الجانب الثاني يوسف النجار والقديسة سالومي بنت خالتهم الثالثة. بعد كده بنلاقي المشهد الآخر وهو مشهد ميلاد السيد المسيح. في الجانب ده النجم الذي ظهر، وملوك المجوس اللي جايين بيقدموا الهدايا لما عرفوا بميلاد السيد المسيح من النجم المنتظر، وبنلاقي السيد المسيح ومامته وهم بيقدموا له الهدايا. وفي الجانب الآخر السيد المسيح في المزود، وزي ما قلنا كده الحمير والثيران بتدل على الشعوب اللي هيجي يهديها السيد المسيح ويكون هو الراعي الكبير ليه. وبنلاقي بعد كده المشهد الخاص بدخول السيد المسيح والعائلة المقدسة إلى أرض مصر مع يوسف النجار. الجزء الخاص بالعذراء حلة الحديد، كل ده في أيقونة واحدة، حاجة كده في منتهى الجمال. هنلاقي راجل واقف بالهالة المقدسة ورا قضبان حديدية، ومكتوب هنا خلاص ميتاس،
والسيدة العذراء واقفة رافعة ايديها الاثنين بالهالة المقدسة الجميلة، مكتوب جنبها ماري، ام ورو، الحروف الايه القبطية بتاعت اسمها. ميتاس الرسول ده راجل من مدينة، أو كان محبوس في مدينة اسمها بورتوس في غلاطيا الرومانية، المهم في مدينة من المدن الرومانية في منطقة الأناضول في القرب من تركيا دلوقتي. ميتاس الرسول ده كان بيبشر في هذه المدينة أو في منطقة الأناضول، يعني استجاب ليه كتير جدا من الناس واتبعوا الإيمان بالسيد المسيح، لحد ما أمر الوالي بربط القديس ميتاس بسلاسل من حديد وأيده وحطه جوه السجن. وساعة ما هو كان في السجن ظهرت ليه السيدة العذراء، وكانت عايشة فين في الوقت ده وميتاس موجود هناك؟ السيدة العذراء كانت في أورشليم في فلسطين، وميتاس الرسول بيبشر في الأناضول في تركيا. فجاءت له السيدة العذراء من أورشليم إلى بورتوس اللي هي المدينة اللي في الأناضول دي بمعجزة إلهية، ومشيت ناحية السجن وبسطت إيديها إلى الإله وصلت لربنا، فاتفتحت أبواب السجن وداب الحديد واتحلت القيود، لدرجة إن الوالي لما حب يلاقي آلات التعذيب يعذب بيها المؤمنين في الوقت ده ملقيش ولا أي حاجة، لأن كل الحديد اتحول إلى سائل وفقد قدرته الفيزيائية على إن هو يبقى صلب. اتحولت الحديد كلها إلى سوائل، فآمن الوالي بتاع المدينة بسبب هذه المعجزة، وهي معجزة انتقال السيدة العذراء من فلسطين إلى تركيا مدينة بورتوس اللي فيها ميتاس الرسول بيبشر. فداب الحديد بعد صلاتها وسال الحديد وتحول من حالته الصلبة لسائلة، فآمن كل من في القرية بما فيها الوالي الخاص بيها. وبعد كده جاءت سحابة غريبة جدا شالت السيدة العذراء وحملتها ورجعتها مرة تانية إلى أورشليم في فلسطين. وعشان كده عندنا هنا كنيسة زي ما قلنا في حارة الخرنفش في آخر الحارة بتاعت اليهود، اسمها كنيسة العذراء حلة الحديد. ودي كانت القصة بتاعتها مع ميتاس الرسول اللي كان بيبشر في منطقة الأناضول تركيا. وبعد كده هنلاقي آخر مشهدين، وهو مشهد نياحة وصعود السيدة العذراء إلى الملكوت السماوي. وهي كانت بتصلي جالها الوحي وبيعلمها بأن موعد نياحتها قرب. اجتمع الرسل وتلاميذ السيد المسيح وقعدوا جنبها، وهنا طبعا بيظهروا على الجزء بتاع الرأس والقدم. هنلاقي ان بطرس الرسول وتوما، وبعدها كده جاها السيد المسيح، جاتها روح السيد المسيح المبجلة مع الملائكة عشان ياخدوا روح السيدة العذراء المبجلة وتدخل الفردوس الأعلى. وطبعا بعد ما روحها صعدت أخذ الرسل الجسد الطاهر ودفنوه في مدينة الجثمانية، وبعد كده تم رفع جسدها الطاهر إلى الفردوس الأعلى من القبر، صعود الجسد. وشاهد القديس توما هذا المشهد وهو راجع من الهند، كان راجع من الهند. هنلاقيه بقى في المشهد الأخير على الشمال، هنلاقي القديس توما هو اللي شهد عملية ارتفاع جسد السيدة العذراء من القبر. فأخبر توما بقية الرسل بما رآه، راحوا كلهم إلى القبر ما لقوش الجسد بتاع السيدة العذراء، لأن السيد المسيح أخذ هذا الجسد الطاهر من التراب الذي لن يبلى ولن يأكله تراب أبدا، لأنه جسد طاهر.